تعالوا كده نشوف حصيلة الزمالك مع السوبر المصري 2025، وده بيبدأ من السوبر بتاع 2024. فضايح في الإمارات، الثلاثي اللي انتوا عارفينهم. ربنا يهديهم. والإدارة اللي تسببت في تفاقم الأمر، ولولا تدخل الدولة كان زمان الموضوع بقى وحش جدا. فضيحة الإمارات. اتنين، إدارة الزمالك ما عاقبتش اللعيبة، فعادوا السنة دي بجمهور نادي الزمالك بيأدي الدور مكان اللعيبة. أنا قصدي طبعا شوية الجمهور اللي في الإمارات اللي كانوا في المدرج الدرجة الثالثة، مش كلهم برضو. سب وقصف جماعي، ده غير التصبيع. مشهد مقرف في مباراتين ورا بعض، لما كانوا بيلعبوا البيراميدز او الاسيوطي، ولو كانوا بيلعبوا الاهلي او سوري كانوا بيشتموا زيزو، ما كانوش فاضيين لتشجيع الزمالك. فتخيلوا فرقه في بطوله على تاني سنه على التوالي عندهم سوء سلوك، لا مؤاخذه، زيرو اهداف. انتوا ماشيين في البطوله كده بالدفع الذاتي، زيرو اهداف، وعايزين تقارنوا نفسكم بالنادي الاهلي اللي جايب 4 تجوان، لعب، اسيستات، مهارات، وفي الاخر وقوقه وعياط. ده غير تكرار سوء الاداء الاداري لنادي الزمالك لتاني سنه على التوالي. فرق كبير بين النادي الاهلي واداره نادي الزمالك الحاليه. كابتن حسين لبيب مش لعيب،